السلام عليكم دراري دريات. اليوم غنلخصوا مسلسل كوري زوين بزاف ونقسموا الاجزاء في القناه باش نعاونوا القناه تريكوموندا الناس الجداد، حيت فيها مره ما يهضر بوحده، ولكن كنشوف ان هذه الطريقه الوحيده والصحيحه باش نكبروا العائله. فإلا عجبكم ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا بقيه الاجزاء ونبداو. كيبدا المسلسل في 2020 وبالضبط في كورونا، وكنشوفوا البطل ديالنا جون كيدرب على الملاكمه، ومنين سالا مشى للبلاكه ديال الطوبيس. شويه واحد خونا سكران بغى يدخل للطوبيس، ضارب مع الشيفور وكنعرفوا انه ما خلاش يدخل حيت ما دارش الكمامه. جون قدر يخرجو، واخا خونا بغى يشبكها معاه، في الاخر عرف ان جون قوي عليه ومشى دخل الطوبيس، وكلشي بقى كيصفق له على الشجاعه ديالو. وصل جون للدار وسمع مو كتهضر مع مول المقهى اللي كاريه عليه وكتعتذر ليه حيت تعطلات في الخلاص ديال الكرا. جون بقى فيه الحال وما دخلش للدار داك النهار باش ما يشوفش مو في ديك الحاله. دازت الايام وتنظمت مسابقه كوريا للملاكمين، وكنشوفوا جون مشارك فيها، بقى كيتسلق المراتب حتى وصل للنهائي وتواجه مع ووجين واللي كيبان عليه قوي بزاف. دخلوا بزاف كروشيت في الاول، ولكن جون في الاخير قدر يطيحوا بواحد الهوك الكبده واللي معروف بها جون انه كيربح بها النزالات ديالو كاملين. جون ربح البطوله بالاضافه للقيمه الماليه. بعد المباراه كنشوفوا ووجين مع المدرب ديالو وعطاه واحد 200 درهم ديالهم باش ياكل، وهو خارج تلاقى بجون وعرض عليه جون انه ياكلوا بجوج. وافق جين وقال له انه باغي ياكل اللحم جدي. جون قال لي اودي الله يهديك، واش حنا في اللحم جدي؟ راه الوالده خاصها الفلوس باش تخلص واحد الكريدي عليها. جين تاثر وهو يعطي ديك 200 درهم وما كيوجدوا الماكله. عرفوا جين ان جون خدم في بزاف د المجالات باش يعاون امه، وجون عرف ان جين كان بحري قديم. جون قال لي حتى انا خدمت في البحريه ومعاس مع جين وينو معاك الصور رجال عيسى. جون قال لي ودي الله يهديك الناس راهم كيشوفوا فينا. جين بقى كيهضر معاه برسميه بحكم ان جون كان اعلى منه في رتبه البحريه، وجون طلب منه انه يكونوا بحال الخوت وبلا هذا الرسميه. في الليل كنشوفوا في الاخبار المراسله كتنقل غضب الناس على واحد العماره اللي ما كاملاش في البني مده طويله، واللي من منظور الساكنه انها كتهدد سلامه المواطنين. ونمشيو للاجتماع اللي كيكون بين صاحب المبنى هونغ ومدير البنك ونائب المحافظ. وباش تفهموا مدير البنك مسلف هونغ 400 مليار باش يبنيو المبنى وباغي فلوسو دابا وكاش. هونغ قال له ان كورونا هادي وغندفع لك غير 300 مليار. ودخلوا في جدال بيناتهم حتى دخل عليهم مدير شركه اخرى واللي كان عارض عليه نائب المحافظ. عطاهم لاكارت فيزيت ديالو وكنعرفوا ان سميتو ميونغ، ولكن الغريب ان لاكارت ما فيها سميت الشركه. وعرف هونغ انه مرابي. شنو هو مرابي؟ اي كيعطي الكريدي للناس وكياخذ عليه فائده. تعصبوا قالوا ليه سير تنعيطوا لك ياك المرضي. وقال ليه ميونغ رئيس ديك الشركه زعما باك جيون الله يعمرها دار، وحتى هو سلفناه شحال هادي منين كان في الازمه. هونغ تحرج من يسمع هاد الهضره وما عنده اصلا حتى خيار واحد اخر حيت خاصه 100 مليار باش يخلص الكريدي. تفاهموا، ولكن ميونغ فرض عليه 3 شروط: انه في قمه المبنى وفي لاكافي تبنى بار، وإلا رجع كوفيد يولي المبنى بحال السبيطار ويعالجوا الناس فيه. هونغ داخل عليها وما عندوش حل واحد اخر وطلب منه مهله على ما يتشاور مع باه. ميونغ وهو راجع سولته مراته واش يقول كذبه، جاوبها باه. طلب منهم انهم يدوروا على اصحاب المحلات الصغار ويعطيهم قروض حيت غيكونوا مضرين من الازمه. عندكم يحسب لكم غيدير فيهم خير، ها انتم غتعرفوا شنو غيدير لهم. رجعوا لكون اللي كنشوفوا كيعطي لمو فلوس المسابقه باش خلص الكريدي اللي كيسالها عمو، والكراد القهوه يجيب الله الرزق. النهار الاخر كنشوفوا اتباع ميونغ كيدوروا على اصحاب المحلات الصغيره وكيغريوهم باش ياخذوا القروض منهم. في المقابل غتكون الفائده قل من البنوك، وارباب العمل كيوقعوا في الفخ وكيسينوا على القرض وما خداوش بالهم من واحد الشرط اللي غادي يؤدي بهم للسيزي. غد ليه في الليل كنشوفوا الاتباع ديال ميونغ ماشيين عند الناس اللي كريداوهم، كيبداو بالام ديال كون وكيقول لي هاد خونا انه داروا معاه في القرض انها تخلص 19% من المبلغ في 24 ساعه، وانه دابا تزادت عليها الفائده ونقصت المده اللي خاصها تخلص فيها. وباش تفهموا فهما كيكونوا كاتبين هاد الشرط بشكل صغير ما كيبانش البنادم، وهكا كينصبوا على عباد الله. مو تقوم تصدمات وقالت لي انها غادي تعيط للبوليس، وعيطت لولدها اللي سمعها في ديك الحاله. شويه كنشوفهم كيهرسوا في المطعم، ولدها غير سمع هاد الشيء وهو يمشي كيجري لعندها. بعد ما قدر يغلب دوك الحراس اللي دايرينهم في الدخله دخل عند مو هدنها ويلا جاي يضرب هاد النصاب، وهو يدخل الرئيس ديالهم ومعاه المساعد ديالو. بقى كيضرب في جون حتى سخف. شدو ميونغ وعرض عليه انه يخدم معاه. جون بزق عليه وكرد من ميونغ شد موس وشرط ليه وجهه. مدته للسبيطار جلس فيها واحد المده، عالجوه وقالت ليه الطبيبه انه خاصو يدير عمليه تجميل. اودي تكلفنا مع الكريدي. وخرج معاه ووجين باش يبدلوا الجو، وسمعوا كيطلب في معارفو يسلفوه باش يقدر يخلص على جون الكريدي اللي عليه. وفي الاخير قدر يوافق واحد خونا اللي كيعرفوا ووجين، ولكن شرط عليهم انه يخدموا معاه. ولكن جون ما بغاش حيت خدمته بحال داك خونا اللي نصب على موت جون. في الجهه الاخرى كنشوفوا هيون اللي كتجسس على رجال ميونغ
وكنعرفوا انها ضد المرابين. في الليل كنشوفوها راجعه للدار، وهذا جد هادشي اللي كيعيط لواحد الجندي قديم في البحريه وطلب منه انه يقلب ليه على حارس الشخصي الهيون حيت خايف عليهم من المرابين. البحري عيا ما يقلب والو، ما كاين شي واحد كيحمر الوجه، وهي كتجي ابل من جين وعرض عليه انه عنده ليهم خدمه تقدر تساعدهم. كيفاش كيعرفوا جين؟ بكل بساطه حتى هو كان في البحريه. مشاو لعنده وعرض عليه الخدمه وقال لهم ان هادشي رجل طيب كيسلف بنادم بلا فوائد. نهار الاخر كنشوفوا هادشي معجب ملف غونوجين وطلب انه يقابلهم. قال لهم انه كان كيسلف بنادم بالفائده ولكن دابا اعتزل ولا كيساعد الناس اللي محتاجه بلا فوائد. وسول كون على الضربه اللي في وجهه وعاود ليه كون انه واحد من المرابين نصب عليهم حتى هو. تشي وافق، ومنين مشى كون صيفط له تشي راتب ديال عامين باش يقدر يخلص الكريدي اللي عليه.